أهلا بيكم في المحاضرة رقم 13 والأخيرة في الكورس بتاعنا. طيب المحاضرة دي هنعرف لو ابني خلاص اتعرض لإساءة جنسية وأنا فعلا عرفت ده أعمل إيه؟ تعالوا نعرف النقط اللي جاية ونعرف هنعمل إيه. أول حاجة التصديق، أصدق ما يقوله الطفل حتى لو اتهم أقرب الأقربين بالإساءة، ولا تصدر أي سلوك عدم تصديق. معنى صح إن الطفل لو جه قالك إن عمي أو خالي أو أي حد من القريبين عمل لي إساءة جنسية أو اعتدى عليا، لازم تصدق الطفل، لازم تقول له أنا مصدقك يا حبيبي، احكي وقول وعبر عن اللي جواك، ولازم تاخد موقف رادع ضد ده. فالتصديق مهم جدا، صدق الطفل وصدق اللي هيقوله، لأن التصديق هو اللي هيخليه يعبر ويتكلم أكتر. النقطة اللي بعد كده لا تقلق قلق مرضي، واعلم أن الشفاء من الإساءة الجنسية يحتاج لوقت. ما تقلقش، في تعافي من الإساءة الجنسية، وتقدر يقدر يعني الطفل إنه يمشي سكة تعافي، ويقدر إنه يتعافى من آثار الإساءة دي لو اتوجد في مجتمع يدعمه، مجتمع يساعده من بابا وماما واخواته إن هم يساعدوه إنه يطلع من أثر الإساءة والصدمة اللي حصلت له، فهيبقى الموضوع أسهل بكتير يعني. النقطة اللي بعد كده التطمين والتشجيع على الكلام، إني دايما أطمنه وأقول له حبيبي اتكلم وقولي اللي جواك وما تخافش، لأن كل ما طول ما هو بيتكلم، طول ما هو بيعبر عن اللي جواه، بعرف إن مفيش كبت. وخلي بالك موضوع الكبت ده مهم قوي، إنه ما يبقاش عنده كبت، ما يبقاش كابت مشاعر معينة، لأن الكبت هيخليه يراكم مشاعر جواه، يخليه يحس بالغضب، يخلي الغضب يبقى جوه فينفجر جوه. احنا عايزين الغضب ينفجر لبره، يطلع لبره من غير ما يأذي حد، من غير ما يجي على حد، ولكن بنحاول نطلع الغضب من الإساءة والمسيء لبره علشان نعرف نتعامل مع الإساءة دي. النقطة اللي بعد كده قدم الدعم والمساندة الكافية. لازم العيلة كلها والبيت والأصحاب يقدموا دعم كبير جدا للشخص اللي اتعرض للإساءة الجنسية. الطفل لما تلمسه لمسات شافية تشفي اللمسات الغير شافية اللي تلمسها، لما تدعمه وتديله ثقة تشفي عدم الثقة اللي حس بيها، لما تديله أمان تشفي عدم الأمان اللي هو حس بيه، الغدر اللي هو حس بيه. لما تديله حب يواجه الغدر والخزي اللي هو اتعرض ليه. فكل ما هندعم الطفل، كل ما هنسنده مساندة كافية ونديله حب كافي، كل ما هيبقى بنعجل بالشفاء بتاعه. النقطة اللي بعد كده اذهب لمختصين، طبيب نفسي، أخصائي نفسي أو اجتماعي، أو متخصص في علاج الصدمات والإساءات الجنسية. روح لحد يساعدك، خد الطفل وروح بيه. الطبيب أو المختص هيمشي خطوات مع الطفل، هيمشي معاه في برنامج علاجي، هيبدأ يشتغل معاه، هيبدأ يتعامل مع الصدمة اللي حصلاله. وده مهم جدا جدا ان الأب والأم يمشوش السكة لوحدهم، يكون معاهم حد مختص. هيفرق جدا في الموضوع ان يكون في حد مختص يعني ماشي في الموضوع. بشكركم جدا، بشكركم على الكورس ده، وبشكركم ان انتوا وصلتوا للمرحلة دي. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الكورس ده او افاد ليكم باي شكل من الاشكال، واتمنى ان محدش يحصل له اي اساءة ولا جنسية ولا نفسية ولا بدنية. بتمنى لكل الناس الصحة النفسية والصحة الجسدية والروحية، واتمنى ان كل الناس تكون كويسين.